وطن متخم بلا وطن وبلا أمن. لا بلا وطن بالمرة، بلا وطن. اللي بلا وطن ده لاجئ يعني. واحنا شايفين اشباه الدول المحيطة بينا النهارده. ايوه برافو. ومن خلال كلام الدكتور رمضان ايضا كيلن في عام 1899 لما قال الهجوم خير من الدفاع، وانك انت عشان تدافع عن حدود امنك مضطر احيانا للخروج خارج حدودك. ده بيؤكد ايضا ان عبد الناصر لم يكن مخطئا عندما ذهب الى اليمن ليؤمن الملاحة البحرية في قناة السويس من باب المندب. وده بيؤكد ايضا ان عبد الناصر عندما حارب في الجزائر من اجل استقلال الجزائر وفي غانا وتشومبي والمومبا والكروما. وده بيؤكد أيضا أن أنور السادات عندما أرسل بقواه إلى لارنكا في قبرص لم يكن هذا هراء ولم يكن هذا ضرب من ضروب الجنون. دكتور رمضان، نرجع لحبايبنا. خلال حروب القرن العشرين كانت تعتمد على الصراع التقليدي أو الحرب الحرب التقليدية المستخدم فيها السلاح. هل مثل هذه الحروب وهذه الصراعات تصلح وهذه التداعيات التي أصبحنا اليوم نعاني من الكثير منها من حولنا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا في البحر، هل هذه الحروب التقليدية تصلح اليوم؟ لا تصلح. والشواهد على ذلك فشل كلا القوات المتصارعة خلال القرن العشرين. الاثنين انهزموا. يعني الحرب العالمية الأولى خرج القوات المتصارعة سواء كانوا الحلفاء أو المحور مهزومين بأكبر كم من الخسائر. 50 مليون. يعني الحرب العالمية الأولى 5 مليون، الحرب العالمية الثانية 50 مليون. تمام. أيوة. يبقى كلا الفريقين المتصارعين اتهزموا لأنهم دخلوا بأداة أو وسيلة خاطئة، ألا وهي الحرب التقليدية، الحرب العسكرية. ولم تحسم الحرب العالمية، ولم تحسم من الهادم، ولم تحسم القنبلة الذرية. هي التي حسمت المعركة. حسمت المعركة طبعا لتدمير العالم. فبالتالي الحرب التقليدية اللي هي بدأت مع الإمبراطورية اليونانية من خلال مفهوم الاستراتيجية التقليدية التي كانت تعني في الإمبراطورية اليونانية استراتيجوس اللي هي فن الحرب. يبقى تحقيق الأهداف الدولية بتعتمد على إيه؟ الاستراتيجوس ديس اللي هي الاستراتيجية من خلال الأداة التقليدية أو الوسيلة الحربية. وكان هذا الفن الحرب أو هذه الاستراتيجية حكر على الأمراء والرؤساء، يعني الملوك، وبيورثوا هذا العلم اللي هو علم الاستراتيجية أو علم فن الحرب إلى أولادهم، وما كانوش بيدرسوه لأي حد. يبقى فئة القادة كانت بتتعلم فن القيادة أو فن الحرب من الملك إلى الأمير. وبالتالي استمر هذا فن الحرب أو فن القتال بمفهوم الاستراتيجية التقليدية حتى القرن العشرين اللي هي شهدت أكبر حربين في العالم، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، واستخدموا فيه الاستراتيجية التقليدية اللي هي تم فيها تدمير كلا الجيشين، تمت فيها تدمير البنية الأساسية، تم فيها تدمير المنشآت الاقتصادية في كل الدول. كان بعد الحرب العالمية حصل الكساد الكبير والانهيار الكبير للعالم، استمر من سنة 27 لغاية سنة 33. ودول قامت ودول ظهرت تمام. وكان ساعتها بدأ بزوخ أمريكا كقوة عظمى في العالم. بعد ما كانت قبليها انجلترا هي بريطانيا العظمى، الدولة التي لا تشرق عنها
لا تغرب عنها الشمس. الدولة التي لا تغرب عن مستوى ونفس الشيء في الحرب العالمية الثانية كان في تدمير لجميع المنشآت الاقتصادية بعد الحرب، وما وقفهاش زي ما حضرتك قلت غير إلقاء قنبلتين هيروشيما وناجازاكي. وبالتالي استسلمت اليابان وتم استسلمت اليابان على ان هناك قنبله ثالثه. مش هتدمر بقى، مش هتدمر شعبها كله. ولم تستطع امريكا ان تعلن انها هي القنبله الثانيه والاخيره. تمام. يعني كانت استراتيجيه تقليديه، وكانوا بيستخدموا فيها مفهوم اسمه استراتيجيه رد الفعل العنيف. يعني امريكا لما بزغت من خلال مفهومها رد الفعل العنيف، ان انا لو اي دولة قربت مني انا هدمرها خالص، ودي كانت استراتيجيتها. وهذه الاستراتيجية معمول بها في امريكا حتى اليوم. عندما اسقطت القاعدة برجي التجارة في امريكا، اسقطت امريكا برجي عالميين، العراق وافغانستان. ودخلت منطقة الشرق الاوسط كلها برضه. يعني اسقطت دولتين قدام برجين. وبرضه مش كده وبس، هي داخله بقى استراتيجيات الجيل الرابع والخامس والسادس، اللي هو من خلال الطابور الخامس والفتن الداخليه والاستراتيجيه الناعمه. الاستراتيجيه الناعمه، ايوه، الاستراتيجيه الناعمه اللي هو انت تدمر الاعلام، اللي انت تدمر نفسك بنفسك بتدمير العقول. مش هدمرك بقى بسلاح. ده الحرب الجيل الرابع. والخامس بقى ازاي انا بدل ما اهدم البنيان والطوب والارض والمباني، لا انا اهدم الشباب نفسه. ده الخامس. وهذا الجيل الخامس اتى ثماره في ليبيا وفي العراق وفي سوريا. احنا بقى لازم نعي للتواصل الاجتماعي، لازم نعي للفتنه الداخليه والطوابير الخامس والناس المأجورين اللي بيخشوا هنا، لازم نعي للحرب الالكترونيه. ما هي دي كلها حروب اجيال متعاقبه بعد الاستراتيجيه التقليديه والاستراتيجيه اللي هي بتاعه الامن الشامل، ان هي تؤثر فيك اقتصاديا، تؤثر فيك اجتماعيا. لا، هي قالت انا هبث ليهم افكار هم يدمروا نفسهم، هبث ليهم تكنولوجيا متقدمه هم يدمروا نفسيهم، يلهوا نفسيهم بيها ويدمروا نفسيهم بيها. هبث ليهم اعلام فاسد. عشان كده احنا من هذا المنبر بنطالب الاعلام الملتزم اللي هو زي حضراتكم ان هو يظهر للناس الوعي، يظهر للناس المفهوم الحقيقي. هياخد منين الجمهور، هياخد منين الشعب؟ الاعلام الحقيقي الهادف وليس الهادم. لان الاعلام الاعلام الهادم دوت استراتيجية ناعمة لتدمير العقول بعضها ببعضها، وهم يدافعوا عن نفسهم. هو خد فكرة غبية أو جهل، ما عندوش معلومات، نصف جاهل، فبالتالي بيقف ويجادل للجدال بس من فكرة مغلوطة في دماغه. وهو عايزين الشباب يتم إعادة تأهيل لهم في المفاهيم الصحيحة. ده مهم جدا لمحاربة الأجيال اللي هي الحروب المتقدمة، الجيل الرابع والخامس والسادس. لازم نعي ونخلي الشباب يبقى عنده وعي بما يدور حوله. زي ما انا قلت في الاول برضه من ضمن الاول خالص، ان واللي انت قررتها لادم سميث قال الدفاع اهم من الثروه. طب احنا قلنا بنسلح الجيش. الناس يقول لك يا هو بيسلح الجيش ليه؟ يا هو بيصرف واحنا على الناس فقراء. انت قلت نص شبعان، بلد نص شبعان بس عنده دفاع قوي. ده جميل جدا، لازم الناس تعرف، لان هو لو ما عندوش دفاع قوي هياخد الاخضر واليابس وهيبقى لاجئ على الحدود وبياكل من فضلات الدول الاخرى. احنا ده ما يرضناش. لازم الاعلام يوعي الناس ان فعلا الدفاع وتسليح الجيش اهم من التنميه والثروات، وان كان ان الدفاع هو التنميه والامن هو التنميه، الاثنين يمشوا بخط متوازي. وفي مفاهيم للتنميه على فكره، اهمهم التنميه المتوازنه، ان انت تعمل تنميه في كل قطاعات الدوله.
بس دي تصعب في الدول النامية. في تنمية، نوع تاني من التنمية أو نظرية تانية من التنمية اسمها تنمية غير متوازنة. باخد أنا أكثر قطاعات التنمية تأثيرا أو لها القدرة على النمو وأنميها. بس دوت بيحتاج من الدولة دفعة قوية. يبقى الدولة تمسك القطاعات المؤثرة اللي في الدولة ويتم تنميتها والدولة تحافظ عليها، وبعدين هيحصل تراكم أو accumulation، تراكم للتطور من خلال هذه التنمية. والتنمية بتستمر لمدة تقريبا 25 سنة. والنمو هو أحد مؤشرات مرحلة التنمية. 25 سنة. هو التنمية مطلوبة، وفي نفس الوقت مطلوب الدفاع وتسليح الجيش القوي. عشان كده حتى في القرآن قال لك إيه؟ وأعدوا منهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. خلى رباط الخيل والقوة العسكرية منفصلة عن إعداد القوة بتاع الدولة اللي هي التنمية المعاصرة. التنمية المعاصرة إعداد قوة الدولة كلها، والقوة العسكرية بالإضافة للبعد الجيوبوليتيكي اللي هو بيعتمد على الجغرافيا بتاعت الدولة، الجغرافيا السياسية، الجغرافيا بتاعت الدولة والاستفادة منها في تحقيق الأهداف السياسية للدولة. بالظبط. والجيوبوليتيك برضه بيعتمد مش على الجغرافيا بس، على التاريخ. تلاقي كل من الجغرافيا والتاريخ. ماذا أثر التاريخ والأحداث عبر الزمن في مساحة الدولة وفي الدولة؟ يبقى تلاقي كل من الجغرافيا والتاريخ لتحقيق الأهداف السياسية للدولة. مصر هي الدولة الوحيدة على مدى التاريخ على كوكب الأرض التي لم تتغير جغرافيتها منذ 7000 عام. إن شاء الله ربنا تتغير. أعزائي المشاهدين، عايزين بس نؤكد على معلومة صغيرة وردت في كلام دكتور رمضان، حيث قال أنه تحطمت وتكسرت كل القوى المتصارعة الأطراف بالكامل. طبعا الحرب العالمية الأولى وما أسفرت عنه من ضياع أو مقتل 5 مليون قتيل في الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية تحديدا والتي انتهت بنحو 50 مليون قتيل. أنا مش عايز أتكلم بقى في الحروب الحديثة، حرب فيتنام وأمريكا، بس أنا قبل ما أتكلم عايز أقول إن النهارده لم يعد هناك قوة عظمى وقوة صغرى، خاصة في خلال الحروب في العصر اللي احنا بنعيشه. ليه؟ لأن ما في